السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بفيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده خلاص هنركب النجف في الشقه. عارفين بقى اللي هو الشقه هتنور كده، احساس حلو قوي بصراحه. كنت مستنيه الموضوع ده من زمان بصراحه، بس ايه يعني كل حاجه بتيجي ايه في وقتها. بقى ما بابايا وجوزي فيديو وراحوا جابوه وركبوه كده. بصوا انا هنا كده خلاص رحنا الشقه القديمه، بنحاول بينزلوا النجف يعني عشان خلاص ايه هناخده بقى ونركبه في الشقه هنا ايه على خير. بصوا مالكوش دعوه بقى بالديكورات اللي كانت في السقف ولا الالوان البرتقاني ولا الموف ولا الكلام ده كله. حرفيا الحاجات دي يعني الواحد ما كانش عارف دماغه فين وهو كان بيعملها يعني. بس والله كانت حلوه ساعتها وكانت موضه، وكنا بالنسبه لنا يعني دي ايه, إيه حاجه يعني موضه السنه يعني. حتى بصوا الكورنيش الورق دي برضو كانت من زمان، بس يعني ايه هي برضو كانت ساعتها موضه والله. يعني اللي هو كان يعني اللي كان مدلع الدنيا هو اللي بيبقى عامل كورنيش وطبع السقف بالطباعه وحاجات كده يعني. المهم يعني بصوا خلاص كده رحت خلاص الشقه وجبناهم. وجينا بقى ايه جيت هنا بقى الشقه هنا. قلت بقى امسكهم بقى ايه اغسلهم. عايزه اقول لكم يعني انا كان في كميه تراب عليهم رهيبه. مثلا بصوا اللي انا كنت زمان لما جاي انضف يعني النجف او كده اعمله بالرياشه، اعمله مثلا ببلور. انما ان اطلع اقف على سلم وامسك نجف اغسله غسل يعني، ده الموضوع ده كان بالنسبه لي صعب جدا. ليه بقى؟ لان اصلا النجف اللي انا عندي دوت من النوع اللي هو فيه كريستالات صغيره خالص كده. الكريستالات ديت بتبقى مربوطه بسلك رفيع، فهتحس انه هي مش هتنضف غير تحت الميه. يعني مهما تلمعي فيها او تعملي حاجه لازم بقى تمسكي واحده واحده منهم تلمعيها من بره وكده. فالموضوع بصراحه كان ايه بيبقى صعب. وفي نفس الوقت ايه انا كنت بخاف ايه ان انا اجي جنبه يعني، ان انا اجي جنبه يعني ايه يبوظ مني او يفرط مني. وبعدين برضو انا بخاف جدا ان انا اقف على سلم انضف نجف او كده. يعني انا بالنسبه لي الموضوع ده يعني ما ينفعش. ليه بقى؟ لان انا يعني جاي لي عقده منه من زمان. بص انا احكي لكم حكايه كده. انا وانا لسه صغيره كده يعني مثلا كنت مثلا تقريبا في اولى ثانوي وتانية ثانوي حاجه زي كده يعني. كانت اختي متجوزه ومخلفه وعندها بنوته صغننه. فانا كنت بروح لما تيجي تروق شقتها يعني كنت بروح ساعتها اساعد معاها وكده. فجت فانا كنت واقفه على سلم طويل جدا، والنجفه بتاعتها ما شاء الله كانت كبيره، وانا ايه بحاول انضفها. تمام. كانت هي سبحان الله كان بنوتتها صغيره كانت واقفه تحت السلم ده. حصل حاجه يعني حاجه ربانيه كده ان هي خدت البنوته وقالت لها تعالى انا شغالك التلفزيون يعني تتفرجي عليه وكده. فخدتها من تحت السلم يعني ووديتها ايه عند التلفزيون. يشاء القدر بقى ان ايه ان المره واحده وانا بنضف النجفه ديت النجفه دي كلها تقوم واقعه مني في الارض. عارفين انتوا كرة الكفر لما تقع تقوم نطره كذا نطره كده. النجفه دي راحت وقعت كده، وانا نفسي لقيت نفسي بطير فوقيها وقمت واقعه في الارض حرفيا على يعني ايه. هي كانت وهي واقعه بقى موقعه كريستالات وحاجات على الارض، قمت انا نازله فوق الحاجات دي واقعه في الارض. ساعتها بقى بحس ان انا خايفه جدا من النجف، ان انا أجي جنبه احركه يمين شمال كده. بس لما كان ساعت يعني مثلا لما يعطل مني يعني مثلا لمبه تعطل او تتحرق او كده، وحد مثلا يطلع يغيرها لي، فكنت اقول لهم مثلا نزلوا الحته بتاعتها دي فكها لي فكها لي ايه فكها لي يعني ان انا انزل اغسلها يعني على الحوض بسفنجه وكده. وعايزه اقول لكم بتطلع نظيفه جدا يعني بتبقى فله بصراحه. تمام. بصوا اللي انا بغسلها ديت اللي هي النجفه بتاعت اللي هي اللي كانت هناك كانت في الريسبشن. هي يعني كانت واحده في الريسبشن وجنبها الاتنين صغيرين دليتين صغيرين كده خالص. فالدليتين دولت برضو قولوا لي برضو انا معايا الدليتين نفس الخامه ديت سامبوكسه كده. فانا برضو ممكن دولت احطهم هنا فين في الشقه. انا ممكن احطهم في الطرقه، بس الطرقه عشان الصندره معموله بتتفتح هيخبطوا فيها. فقولوا لي برضو لا احسن احط دليتين نازلين من تحت شويه، ولا احط طبقين ليد زي اللي أنا حطاهم في المطبخ يبقوا في نفس الوقت ايه لازقين في السقف على طول وما يضرقوش اللي هيبقى واقف مثلا بيجيب حاجه من الصندره او كده. فبرضو عرفوني برضو في الكومنتات وقولوا لي برضو ايه رايكم. تمام. برضو بصوا انا اللي هنا الشقه التانية كنت انا ايه اللي متجوزه فيها كانت مطبخ اوضه اوضتين وصاله. تمام. فكان عندي في كل اوضه نجفه ونجفه واحده. تمام. وفي الصاله كان عندي نجفه ودليتين. فلما جيت هنا ما شاء الله نقلت في اللي هي في شقه الاسكان اللي هي 90 متر. الشقه هنا 3 اوض وصاله وريسبشن. الريسبشن دوت مش ما فيهوش مثلا حته واحده، لا ده عايز نجفتين قصاد بعض. فانا لما جيت هنا عملت ايه؟ حطيت في اوضه النوم نجفه اوضه النوم نقلتها في اوضه النوم عادي، ونجفه اوضه الاطفال نقلتها في اوضه الاطفال عادي، ونجفه الريسبشن اللي كان هناك انا نقلتها في اوضه الليفينج. تمام. كده بقى لي نجفتين دليتين اللي هم كانوا في الصاله بقى اللي بقول لكم عليهم دول. عرفوني احطهم فين برضو.
تمام. فانا هنا بقى في الصاله ما كانش ينفع احط اللي انا ماسكاها بلمعها دلوقتي دي، ما كانش ينفع احطها في الصاله. ليه؟ لان انا لو حطيتها في الصاله الناحيه التانية اللي يمه النيش برضو محتاجه واحده تانية. فانا قلت طب ايه اللي يخليني اجيب نجفتين، يعني واحده تبقى هنا شكل وواحده هنا شكل، ويبقى الشكل مش احسن حاجه. فاهمين قصدي؟ فقلت لا، يخلي اللي هي ديت في الصاله، في الريسبشن، في اوضه الليفينج يعني. وفي الريسبشن بقى اجيب ايه اتنين شكل بعض، يكون جداد كده ويكون شكلهم حلو ويبقوا حاجه جديده على عينيا، وتبقى حاجه برضو موضه يعني. فبقى في كذا ستايل كده في دماغي عايزه اجيبه. فبرضو ايه هحط لكم شويه صور كده برضو، وانتوا اختاروا معايا يعني، قولوا لي واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا ايه. بصوا دي كانت دي بتاعت اوضه الاطفال. تمام. هي ملهاش علاقه باوضه الاطفال اصلا يعني، مش مثلا دبدوبه لعبه عجله يعني الحاجات اللي بتاعت الاطفال دي. لا بس انا اليوم ما شفتها يعني، لما جيت وانا بتجوز كده شفتها، بصراحه حبيتها يعني، حسيت ان هي فيها كده الوان، وتحسوا ان هو ستايل عربي كده. فصراحه قلت ايه تبقى حلوه يعني، فيها الوان وكده كاوضه اطفال. انما هي كعلاقه او مش ملهاش علاقه وكده، لا هي فعلا ملهاش علاقه يعني، انما هي ايه، عجبتني شكلها يعني. وعايزه اقول لكم لما بتبقى منوره بيبقى شكلها حلو قوي جدا، وايه والمنظر بتاعها حلو. بصوا بقى دي تنظيفها سهل بالسبونج او السفنجه او اي حاجه بتعملوا بيها، ما فيهاش فصوص زي التانيين. فعايزه اقول لكم بتنضف بسهوله يعني، وببساطه بتحسوا ان هي بنطفت على طول. وديت على فكره لو ماسكين فوطه مثلا ناعمه او فوطه قطن بتاعت التراب او كده، ولمعتوا بيها بتنضف. غير التانيين بصراحه، التانيين صعبين شويه ايه في التنظيف. فبرضه بصوا ادي حاططها في اوضه دي اللي كانت في اوضه الاطفال، ركبتها في اوضه الاطفال، وركبت لهم وهركب لهم ان شاء الله قبليك يعني، مش هستكفي بيها لان هم برضه عندي البنات ايه بيبقوا خايفين من الاضاءه القليله. فممكن اشغله مثلا الاباجوره البطه اللي في اوضتهم احط لهم قبليك كده. بصوا بقى دي بتاعت اوضه النوم. ديت نفس يعني نفس الستايل بتاع اوضه بتاع الصاله او الريسبشن يعني. بس هنا الاختلاف ان ديت يعني جايه زي ايه دوريه كده زي بالونه. تمام. بصوا انا هنا كنت عماله افك اللمض والحاجات بتاعتهم. عارفه عايزه اقول لكم فكها سهل جدا ان انتوا تفكوا بس اللمبه، وبعد كده في زي صاموله تحت كده، بلاستيك، بتبقى قافله على الدوايه، بتفكوها وعايزه اقول لكم بيطلع معاكم بسهوله. يعني انتوا لو يعني انا قلت في المستقبل ان شاء الله لما اكون عايزه اغسلهم، انا هفكهم وهم متربطين في السقف بالطريقه ديت، يعني انا اطلع اللمبه واطلع الصاموله وانزل الدوريه دي كلها بالظبط، اغسلها تحت الايه، تحت الحنفيه يعني. بصراحه عايزه اقول لكم بقى شكلهم لما اتغسلوا بقوا بيلمعوا كده وبيضوا وبقوا حلوين جدا. يعني بصراحه اللي هو ايه انا فرحت ان هم اتنقلوا، لان حسيتهم رجعوا كانهم جداد كده وزهزهوا. فدلوقتي بقى ايه انا محتاجه بقى رايكم في حاجه. دلوقتي انا في الصاله في الريسبشن هنا يعني عايزه اجيب نجفتين زي بعض. تمام. ففي نجفتين كده إيه اللي هم بيبقوا ثلاثي دولت. إيه برضه هوريكم شكلهم في ايه في الاخر. بصوا بقى هنا كان والدي بقى جه، ده كان يوم تاني خالص غير اليوم اللي احنا فكينا فيه. يعني انا جبتهم وقال لي اغسليهم براحتك ونشفيهم وسيبهم يتصفوا وينشفوا عشان خاطر ايه ما حدش يتكربوا وهو ايه بيستخدمهم. فهنا بقى ايه هو وجوزي بقى طلعوا يركبوهم. بصوا هو كده ركب بتاعه الريسبشن ووصل بقى الكهرباء وكده. وهنا بيركبوا بتاعه اوضه الاطفال. برضو الموضوع يعني هو تركيبهم سهل، بس المشكله برضو ان هنا في الاسكان مفيش جنش ان انتوا تعلقوا فيه حاجه يعني، مفيش جنش للمروحه، مفيش جنش للبتاع. بصوا هنا كان بابايا بيعمل لي واي واي لما ايه بصوره يعني. فما بقول لك مفيش هنا جنش اللي هي لاي حاجه مش عاملين حساب جنشات. يعني هم هنا عاملين حساب ان انت ايه لما تيجي تركبي نجفه في حاجه اسمها جنش كده بيتركب بالهيلتي، حاجه حلزونه كده، وفي الاخر بيبقى ايه زي ليه دوريه كده بتركبوا انتوا فيه الجنش يعني. بصوا لو فيهم اطباق مدوره دي والدي خرم في السقف على طول. فهي يعني بصوا بيركبهم ازاي. شايفين كده بالمفك الكهرباء بيحط المسمار في السقف على طول. تمام. مش معلقش على جنش ولا حاجه. فبس كده يعني ايه هم ركبوا على طول. بس عايزه اقول لكم بقى لما ركبوا حسيت ان هم فرقوا جدا يعني، اللي هو الشقه كده ظهرت، بالذات ان انا مش السقف عندي مش عامله فيه اللي هو ايه جبسون بورد ولا عامله فيه كورنيش ولا عامله فيه حاجه. فالسقف هنا عاملاه رقيق جدا عشان يبان ان الدنيا واسعه. بصوا هنا بقى بعد ما نورت بقى عايزه اقول لكم والله بقى شكلها حلو جدا كمان، اللي هو ايه يعني حلو ومحنداه على قد اوضه الليفينج يعني. بس في بقى كريستال ناقصه ان شاء الله بقى اجيبها لها. وبصوا دي بقى بتاعت اوضه الاطفال، يعني حاسه كده يعني الوان كده رايقه على اوضه اطفال. فاهمين قصدي؟ برضو حلو قوي برضو، بس لسه بقى عايزه ازود لها اجيب لومه تاني، لان في لومه وانا بفكها كانت بتتكسر مني، كانت تحس هي نشفت او بقت ايه دابت كده مع الوقت. فبصوا برضو المنورات بقت شكلها جميل. دي بقى بتاعت اوضه النوم. هنا ما فيش غير لمبه واحده بس اللي طلعت سليمه يعني، والاتنين التانيين باظوا وانا بفكهم. فبرضه بقى لسه هنزل اجيب حبه لومه كده حلوين وانور الدنيا اكتر. بصوا هم يعني ايه بص شايفين بيلمعوا ازاي، شايفين النظافه عامله ازاي. فرحانه قوي بيهم بصراحه لما لقيتهم بقى ايه نتفوا كده وبقى بيلمعوا. بس كده فانا دلوقتي هحط لكم بقى الصور وقولوا لي اختار انهي يعني اختار
انهي ستايل اجيب منه في الصاله. تمام، انا لان في الصاله الريسبشن هنا عايزه اتنين. بصوا انا هنا لسه ما ركبتش حاجه، انا لسه الدوائر اللي هم مسلمينها في الاسكان عادي، يعني حاطين لمبتين عاديين خالص. فبرضو إيه هوريكم برضو دلوقتي اشكال. اختاروا معايا ايه، قولوا لي واحد اتنين تلاته، هستنى رايكم في الكومنتات. ولحد هنا بقى حطوا لكم كومنت وشجعونا عشان ايه ان شاء الله ننزل بقى نجيب بقيه النجف والدنيا تبقى ظابطه. بصوا كده دي التانية، ودي كده التالتة، واللي بعديها الرابعة. قولوا لي اللي اخترتوا ايه وفي الكومنتات. وبس الفيديو بتاعنا كده خلص، اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.